رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد هو مش بس قائد، هو النموذج للقائد المفاجئ، عارف امتى يتكلم وامتى الصمت يبقى أشرس من ألف كلمة. شخصية فيها مزيج نادر بين الهدوء الحركي والحسم في اللحظة الصح، ما يتأثرش بانفعالات ولا بيخلي العاطفة تسيطر على القرار، دايما بيتعامل بعقل بارد ونفس طويل. عنده ابتسامة بس مش مجاملة، اسمها ابتسامة السيطرة، بيطمن بيها الحلفاء وبيربك الخصوم. عنده تكنيك غامض جدا في إدارة الأزمات بحنكة عالية أوي، كأنه بيلعب شطرنج سياسي في كل موقف. عنده قدرة عالية في قراية اللي قدامه، وده بيوصله يعرف نوايا العدو قبل ما يتكلم، ويستشعر اللي مش بيتقال من لغة الجسد ونظرات العين. في موازنة بين القوة الناعمة والصلابة بذكاء عالي. هو مش قاسي في قراراته ولا متهاون في وقته، يعني شخصية عارفة امتى تكون هادية وامتى تخلي الهدوء نفسه سلاح.